الكثير منكم عنده عملات مغربية نادرة، وكاين اللي عنده عملات عادية. اليوم غنطرقوا الإخوان لهذا الموضوع ديال العملات المغربية فقط، وطبيعة الحال أعطيكم جميع التفاصيل على هاد العملات، فين تبيعهم، فين ممكن تبيعهم، يعني وهل هاد العملات اللي عندك واش ساوية الثمن أو مجرد عملات يعني عادية. غنعطيكم جميع التفاصيل ديال البيع هاد العملات يعني بطريقة سهلة وبسيطة جدًا. الإخوان دائمًا ركّزوا الله يخليكم في الشرح، دائمًا يعني ما كتشوفوا غير فقط يعني الإخوان غير الصور وكتقول لي عندي، ولكن فقط عندكم يعني بالأخير كنلقاو عملات فقط عادية. الإخوان بالنسبة لهاد العملات اللي أمامكم مثلًا هاد 4 ريال وهاد الدرهم اللي أمامكم يعني الدرهم كرافات، يعني هاد العملات فقط يعني عملات عادية باقا كتداول، يعني راها ما غالياش. فقط درنا فيديوهات يعني بحال فيديوهات سابقة. الإخوان يعني هاد الفيديوهات راه فقط تكلمنا على يعني كاين بعض الأشياء بسيطة في العملة كتخليها غالية، ومع الأسف علاش هادشي كامل هاد المغالطات، يعني كاين بعض الإخوان بعض الجروبات في الفيسبوك يعني كيروجوا هاد العملات أنها ساوية 7000 أو 8000 درهم، ومع العلم الإخوان أن هاد العملات لا تساوي إلا الثمن اللي فيها فقط. الإخوان دائمًا دخلوا عندي للصفحة ودخلوا للقناة غتعرفوا يعني إما الصفحة على الفيسبوك أو على القناة في اليوتيوب، راه تنشرح فيها جميع التفاصيل على العملات، يعني فقط ركزوا في الشرح. غنبداو مع أول عملة، مثلًا هاد 50 فرانك اللي أمامكم هذه ما غالياش الإخوان، أنا نتكلم فقط على العملات العادية، بدون تجربة يعني بدون أي شيء، ماشي مقراضية ماشي أي حاجة، عملات عادية بحال هذه ما غاتفوتش الثمن ديالها من 10 دراهم 30 درهم، هذا هو الثمن ديالها. أنا نتكلم على المغرب، ما كنتكلمش على يعني البيع ديالها في الأسواق المغربية، أما خارج المغرب راه السعر ديالها تيكون يعني شيء آخر، ثمن آخر. كذلك نفس الشيء بالنسبة ل5 فرانك من الألمنيوم، حتى هي السعر ديالها راه ما غاليش يا الإخوان، يعني في غالب الأحوال ما غاتفوتش 20 درهم. يعني بالنسبة هاد 5 فرانك من الألمنيوم، أنا ما كنتكلمش على التجربة وما كنتكلمش على العملات اللي هي مقراضية، كنتكلم فقط العملات العادية اللي عندكم. هاد ال5 فرانك راه ما كتفوتش من 10 دراهم ل20 درهم، هذه البيع ديالها. أنا كنتكلم دائمًا البيع ديالها في المغرب، ما كنتكلمش على خارج المغرب. يعني إخوان أعطيكم بعض العملات بطبيعة الحال اللي يعني الأسعار ديالها في المغرب فقط. الدرهم الفضي، نعم للراحل الملك محمد الخامس رحمه الله، عملة متميزة والسعر ديالها حتى هي الإخوان راه ما يعني ماشي سعر كبير، أتكلم عن العملة العادية الفضية، السعر ديالها من 70 درهم حتى ل100 درهم. أتكلم فقط على العملة العادية، راه فيها أنواع بالنسبة للدرهم الفضي، كاين الدرهم الذهبي، يعني يعني ما غنتكلموا فقط على العملة العادية، السعر ديالها الإخوان ما غتفوت شي 100 درهم في غالب الأحوال. كذلك ال5 فرانك حتى هي السعر ديالها ما بطبيعة الحال أتكلم على العملة العادية المتداولة، راه ما كيفوتش السعر ديالها حتى هي الإخوان 30 درهم، يعني في غالب الأحوال هذا هو الثمن ديالها، كنتكلم في الأسواق المغربية. أما عملة ديال المزونة الإخوان دائمًا لقيتِ فيها ضرب فاس، عرف أنها عملة متميزة، والسعر ديالها كيبدا الإخوان هذيك غالية من 200 درهم حتى ل600 700 درهم إلا كانت الحالة ديالها جيدة، ولكن ركزوا معي مكتوب عليها ضُرب بفاس، هذه هي العملة اللي متميزة والسعر ديالها غالية الإخوان. أما العملة الأخرى اللي تلقى فيها ضُرب ببرلين الإخوان، هذيك العملة متميزة ولكن ما كتفوتش الإخوان 150 درهم في غالب الأحوال، من 80 حتى ل150 حتى ل200 درهم على حسب الحالة ديال العملة، دائمًا الحالة كانت جيدة تيكون السعر حتى هو جيد. نفس الشيء بالنسبة للضريبة بإنجلند، نفس يعني الثمن، ما غتفوتش شي الإخوان من 80 حتى ل150 200 إلا كانت في طبيعة الحال على حسب الحالة ديال العملة. أما إلا بغيتِ تبيعها خارج المغرب هنا تيكون السعر بطبيعة الحال، أو لقيتيها معروضة في شي موقع يعني غتلقاها بطبيعة الحال أغلى بكثير من هاد الثمن اللي تكلمنا عليه.
أما العملة الفضية 500 فرنك للملك الراحل محمد الخامس رحمه الله، عملة متميزة وكذلك السعر ديالها متميز. أقل سعر ممكن تاخدو فيها هو 200 درهم، ولكن توصل السعر ديالها حتى ل500 درهم الإخوان، يعني وأكثر من ذلك على حسب الحالة ديال العملة. بالنسبة لهاد العملة ديال 500 فرنك، أما 5 دراهم ديال الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله من الفضة، هذه السعر ديالها متميز الإخوان، يعني ممكن يعني تبيعها من 100 درهم حتى ل200 درهم على حسب الحالة ديال العملة بطبيعة الحال. يعني بطبيعة الحال دائما الإخوان يعني هاد الأثمنة كاملة اللي تكلمنا عليها الإخوان دائما كتكون بالتراضي بين البائع والمشتري الإخوان. دائما الإخوان العملات اللي كتكون نقية كتكون ساوية الثمن. أما العملة ديال النجمة السداسية أو الفلس الإخوان، دائما كنلقاو فيها تواريخ هجرية. هذه إخوان موجودة بزاف، كاين منها بزاف الإخوان هذه العملة هذه، لهذا السعر ديالها الإخوان راه رخيص، ما كيتعدى شيء 20 درهم. وفي غالب الأحوال إلا بغيت تبيعها يعني على أي موقع من مواقع بيع العملة ما غاتفوتش الإخوان، يعني 50 درهم 60 درهم في غالب الأحوال. أما في الأسواق العادية ما غاتفوتش 20 درهم، هذا هو الثمن ديالها. بالنسبة للعملات الأوراقية حتى هي عملات متميزة، ولكن خاص هاد العملات تكون عملات نقية، ما تكونش مقطعة، ما تكونش يعني مسخة. يعني إلا بغيت تبيعها بالثمن خاص تكون عملة نقية، بحال هاد العملة ديال 5 دراهم ولا ديال 10 دراهم الإخوان ديال الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، عملات متميزة وبطبيعة الحال تكلمنا عليها مرارا وتكرارا. فيها بعض الأرقام التسلسلية اللي متميزة وغالية، بحال هذه السعر ديالها من 70 درهم حتى ل 150 درهم، هذا هو الثمن ديال هاد العملة بالذات الإخوان، راه ما غاليينش بزاف. كذلك الإخوان العملة اللي أمامكم ديال 100 درهم حتى هي عملة متميزة. لاحظوا معي الإخوان الوجه، هاد العملة سبق وتكلمنا عليها، تلقى فيها الوجه فاص، هذه هي العملة اللي مطلوبة، والسعر ديالها كيوصل ل 600 700 درهم إلا كانت في حالة جيدة جدا. أما إلا كانت الإخوان الحالة ديالها ناقصة ما غاتفوتش الإخوان 200 يعني درهم، هذا هو الثمن ديالها على حسب دائما الحالة ديال الحفظ ديال العملة. راه السعر كيتغير دائما ومقرون بالحالة، دائما كل ما كانت الحالة ديال العملة مزيانة تيكون الثمن حتى هو مزيان الإخوان. أما العملات التذكارية صنف 20 درهم و25 درهم للملك محمد السادس حفظه الله، يعني عملات حتى هي متميزة. يعني ممكن أن لقيتي شي هاوي أنه يعني باغي يكمل المجموعة ديالو، يعني خاصينه هاد جوج الأوراق المالية، يعني ممكن أنك تبيعهم بطبيعة الحال يعني بالدوبل ديال الثمن ديالهم 25، ممكن تبيعهم ب50 درهم إلا لقيتي شي هاوي خاصينه هاد العملات. إذا الإخوان والأخوات، بعد ما تعرفنا على بعض القطاع وليس الكل، لنا إن شاء الله حلقة أخرى، أو يمكنكم التواصل معي على الميسنجر على الفيسبوك الإخوان، اللي عنده شي عملة بغا يعرف الثمن ديالها فأهلا وسهلا ومرحبا. الإخوان دابا غنمروا فين غنبيعوا هاد العملات. هاد العملات الإخوان إلى تقريبا يعني أتكلم على المغرب، كاينة فقط عندنا فقط اللي كاين الأسواق الأسبوعية. يعني في الغالب الإخوان كتلقى يعني هاد الناس كيشريو هاد العملات هذا هُمايا، وكاين كذلك الإخوان إلى يعني في المدن الكبرى. إلا مشيتي للمدن الكبرى مثلًا بحال الرباط الإخوان بالحد القزا، كتلقاي كاين بعض تما الإخوان بعض المحلات اللي كتشري هاد العملات، أو غنتكلموا على أصحاب البازارات. على أصحاب البازارات الإخوان كيشريو هاد العملات هذه بطبيعة الحال بأثمان مناسبة الإخوان. الإخوان دائمًا اللي بشي مدينة كبيرة مثلًا الدار البيضاء غتلقى فيها، كذلك فاس، مراكش، أكادير، يعني المدن الكبرى غتلقى فيها أصحاب ديال البازارات كيشريو هاد العملات. ولكن أخي أختي، قبل ما تشري أو تبيع هاد العملات خاصك تعرف الأثمنة ديال هاد العملات، يعني تاخذ فكرة على هاد العملات، عاد ديك الساعة ممكن أنك تمشي تبيعهم. يعني دائمًا الإخوان باش تاخذ فكرة راه ساهل جدًا، دائمًا كنقول لكم دخلوا الإخوان على جوجل، ساهل جدًا تدخلوا على جوجل، يعني فقط القيمة الإسمية ديال العملة زائد الإخوان البلد بطبيعة الحال ديال العملة، زائد الإخوان التاريخ ديال العملة، ويعطيك تقريبًا جميع المعلومات، تاخذ معلومات كافية على شحال باش يمكن تبيع هاد العملة. كذلك ما ننساوش أن هناك معارض
لبيع وشراء تبادل العملات. تيبقى أهم معرض هو معرض ديال الدار البيضاء، اللي كيكونوا فيه بطبيعة الحال الهواة، بطبيعة الحال اللي كيهتموا بالعملات. بطبيعة الحال هناك من يتم تبادل أو بيع أو شراء. وبطبيعة الحال دائما الإخوان العملة دائما هي تاريخ البلد، هي كنز البلد، دائما خاصنا نحافظوا عليها. بالنسبة للإنترنت يعني الويب الإخوان تيبقى أبيتو يعني أحسن محرك، يعني أحسن موقع يعني إخوان اللي ممكن أن تعرض فيه العملات ديالك. يعني فعلا موقع متميز. إذا إخواني أخواتي نتمنى دائما الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله مع عملة أو تحف نادرة إن شاء الله.